قبل ما تستثمر في العقار فكر كويس. انت بتستثمر في العقار ليه؟ اكيد لانه افضل واكتر الاستثمارات مكسب وامان على المدى الطويل، صح؟ ما اختلفناش. بس حاليا في مصر في شوية نقط كده مهمة لازم تحطها في اعتبارك قبل ما تبتدي تعمل عملية الاستثمار المباشر في العقارات. اولا، البنوك من فبراير وهي بتتحوط من مخاطر محتملة في نشاط التطوير العقاري، يعني ابتدوا يكونوا اكثر تشددا في الضمانات اللي بيطلبوها من المطور العقاري، وده معناه ان هم خايفين شويه انهم ممكن يتعثروا في سداد ديونهم. ثانيا، شركات التطوير العقاري عندها مشاكل في توفير الدولار اللي بيحتاجوه علشان يستوردوا بعض الادوات الالكتروميكانيكيه زي الاسانسيرات والمكيفات وغيره، وده بيتمثل في طول الاجراءات بتاعه فتح الاعتمادات المستنديه ليهم لاستيراد الحاجات دي لمشاريعهم. ثالثا، في شركات تطوير عقاري في نص الشغل بيطلبوا من الناس اللي اشتروا منهم ان هم يعدلوا العقود عشان يرفعوا السعر لان التكلفه زادت عليهم. رابعا، في شركات تطوير عقاري ابتدت تسدد ديونها للمقاولين اللي بيشتغلوا عندها عن طريق تمليكهم بعض الوحدات في المشاريع دي بسبب نقص السيوله. طيب، هل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان انت ما تشتريش عقار؟ لا طبعا. لو محتاج تشتري شقه ولا فيلا قائمه بالفعل عشان تسكن فيها، ولا حتى شاليه في الساحل الشمالي تصيف فيه، توكل على الله، محدش عارف الاسعار بكره هتبقى عامله ازاي. ولكن لو هتستثمر فلوسك في عقار هتستلمه كمان 3 ولا 4 ولا 5 سنين، يبقى لازم تذاكر كويس المطور العقاري اللي انت بتشتري منه. يعني حصلت عنده مشكلات في التسليم قبل كده ولا لا، سلم حاجات مش هي اللي كان متعاقد عليها، طلب تعديل العقود، وهكذا. وما تخليش اللي يسوق قرارك التسهيلات الماليه اللي بيقدموها، بتاع ده اقل مقدم، ولا دي فرصه مش هتتكرر ولقطه. ده شغل المبيعات. وقبل اي حاجه استخير ربنا قبل ما تحط فلوسك في استثمار جديد ايا كان الاستثمار.